السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله. اليوم يوم جديد وفيديو جديد مع روتين جديد. نتمنى الفيديو تاع اليوم يلقاكم بصحة وعافية إن شاء الله. قبل ما نبدأ الفيديو حابة نشكر كامل اللي يدعموني اللي يشوفوا الفيديو توعي ويجمجموا لي، وخاصة كامل اللي يخليوا لي تعليقات شابين. نتمنى لكم كل خير إن شاء الله يا ربي، يعطي لكم ما تمنوا ويعطي لكم الصحة إن شاء الله يا ربي، وخاصة يحقق لكم وش تتمناو. آمم، اليوم كيما راكم تشوفوا راني خرجت فيا. آمم، خرجت مع الوالدين، موالفة نخرج معاهم برك. ما عنديش يعني ما عنديش مع من نخرج. شرينا هكا شوية صوالح اللي خاصينا في الدار، قلنا نولوا للدار باسكو سخانة كيما على بالكم. الجزائر راهي تتحرق وسخانة تقتل. ما قدرناش وما نقدروش نقعدوا بزاف برا. خاصة هنايا ديجا لابو تاعي ما تحملش بزاف سخانة. نقدر يعني لابو تاعي تحرق و يعني نسوفري مع الحريق هكاك. بعد الشر يعني إن شاء الله يا ربي ما يكون غير الخير، بصح لازم ثاني ناخذوا يعني نسيو كيفاش نيفيتيو ماكسيموم برا يعني السخانة. إذا ما عنديش واش ندير ما نخرجش. خاصة عندي ديجا خاصة وجهي ويدي كامل. أشاك فوا نخرج ونولي نولي يعني يخرجولي لي طاش معون هكاك على جال الشمس. ومن بعد قلت لازم يعني شاك فوا نخرج لازم غير نزرب ونولي، يعني ما نقعدش بزاف برا. واليوم تلفت لي كامل واش ندير فطور باسكو ديجا ما عنديش. قلت نولو وندير تلزم باش نديرو حاجة اللي تشد. خاصة أنا نحب ندير شوية زيادة باش يقعد لي يعني يوم يومين. باش إذا حبيت ندير الغران ميناج و ما نبقاش أنا في الكوزينة يعني غير مع الفطور ولا العشاء. هنايا كيما راكم تشوفوا يعني كاين طباسة هادو شابين يعني جاو شوية صغار بصح شابين ولا أروع. قلت بالك نشريهم منهم شوية. آآ يعني إذا كانت حاجة مليحة معليش واحد يشري باش ما يعني ماشي يقولوا من بعد ما يلقاهمش. ومن بعد إن شاء الله يعني نبدأ نروح ندير الفطور تاعي هنايا. في اللوبيا تاعي ولا لي زاريكو فيغ تاعي، يعني هاذوما درتهم العشا. العشية من داك باسكو حبيت يكون شوية يعني نحي حاجة الغدوة من داك. قلت هاذوما نديرهم العشية، ومن بعد غدوة من داك نديرهم للطعام. كيما على بالكم الطعام لازملو الخضرة. خاصة أنا نحب الخضرة بالبزاف، خاصة هكا في الطعام. إذا طعام مكانش الخضرة ما ناكلهاش ما ناكلوش. لازملو خضرة بزاف يعني. أنا من النوع اللي كي ندير طعام في الطبسي لازم نزيدلو هكذا نستبن يعني الطعام تاعي. وهنايا كيما راكم تشوفوا بديت بالبصلة موالفة ندير هكا حوالي 4 5 حبات حسب الحجم تاعها. وقطعتها شرائح ودرت شوية زيت زيت سانغو وزبدة كيما راكم تشوفوا. هكذا موالفة يعني ماشي كل يوم اللي ندير الزبدة، بصح في بعض الأحيان هكا ندير باش يعني نزيد شوية من الزبدة هذيك باش يجي الماكلة بنينة، خاصة إذا قليناها على غرضها. ويعني قد ما تقليها قد ما الماكلة تاعك تجي بنينة.
وهنا درت الزرودية قطعتها هكا قطع كيما راكم تشوفوا، التوابل الملح فلفل الكحل كركم مع كري وراس الحانوت، واللي عندها التابل هذاك تابل سبيسيال كسكس، ودرت 3 حبات شوية صغار طماطيش مع شوية خصوص توم مسكرفجين، نقليهم مع بعض يعني لازم 20 إلى 30 دقيقة هكاك قليان. ما تنساوش طماطيش مصبرة، مغرفة كبيرة طماطيش مصبرة، يعني موالفة نقليهم هكاك 20 25 دقيقة أبوبخي. و يعني القليان دايما ياخذ شوية وقت، خاصة إذا درنالو على نار تكون متوسطة، ماشي ملازمش تكون بزاف قوية. ومن بعد هنايا بعد ما قليتهم يعني أكثر من 20 دقيقة، درت الماء سخون نخليهم يطيبوا على غرضهم هكا شوية برك، يعني لي زاريكو هاذوك نزيدهم هكاك حوالي 10 دقايق برك ونديرهم. بعد ما طاب لي الطعام الدجاج تاعي، الدجاج كيما على بالكم ما ياخذش بزاف الوقت باش يطيب، خاصة إذا كان ماشي مكونجلي. كي تقليوه ديجا يبدا يطيب، ومن بعد كي تخليوه تزيد تخليوه هكاك شوية. أنا هنا خليتهم حوالي 20 دقيقة، ما نكذبش عليكم، 20 دقيقة. و درت يعني نحيت الدجاج تاعي، ودرت لي زاريكو تاعي باش يطيبوا، المرقة كيما راكم تشوفوا دايما نحب ندير زيادة. ومن بعد عندنا هنا لازم نفور طعام، درت 2 أنواع طعام هكا اللي موالفين نشوفوه يعني البيض هذاك، وخاصة طعام هذاك الكحل تاع البلوط نورمالمون هكذا يسموه. بون هذاك يما اللي شراتو هما حبوا هذاك، أنا ما نحملش الريحة تاعو ما نكذبش عليكم. يعني كي نطيب هكا الماكلة دايما نخلي شوية إسباس، الخضرة هكا ماشي ندير كلش على ضربة واحدة، وعلى حسب الماكلة يعني كيما طعام. هنايا درت القرعة، القرعة يعني نديرها دايما كي يكون اللوبيا ولا لي زاريكو فيغ كي نشوفهم بلي قريب يطيبوا ندير القرعة باش طيب، وما نحبش نديرها بزاف بكري باش ما تفتتش في الداخل وتذوب في الداخل في المرقة. خليتهم يطيبوا على غرضهم، ودرت الحمي كيف يقولوا هذاك حنا بالقبائلي قريب 100%. دونك درتو في اللخر باش يزيد شوية برك الطياب تاعو خلاص يعني ماشي بزاف. وهنايا كيما راكم تشوفوا زدت نفور هذايا الطعام، يعني كان ديجا مفور المرة الأولى، هذه المرة الثانية، و إن شاء الله من بعد نسير لهم. باقي ليه برك هذاك، قلت نغسل الماعن في نفس الوقت باش آآ نقص باسكو نحب نغسل هكا في نفس الوقت كي ندير الماكلة، باش نحي كامل ما نبقاش حتى لخر باش نغسل سينون نحصل في الماعن يكثروا. على بالكم في الطياب دايما نزيدو يزيد لو كان نخليهم تتكثر وتتعمر الكوزينة بالماعن، ولازم يتغسلوا ومع السخانة ما نقدرش. دونك قلت نغسلهم برك دوكا باش ومن بعد ينقصوا بزاف، يقعدوا برك غير شوية د الطباسة كي نفطروا. وإن شاء الله يعني على بالي بلي كثرت عليكم هذو الروتينات اللي في الكوزينة، حبيت برك يعني نبارطاجي معاكم ولا نشارك معاكم يعني الوصفات، خاصةً على بالي بلي كاين بزاف ناس يحبوا يشوفوا الوصفات، قُلت بالاك يعني نفيدكم، إن شاء الله يعني نفيدكم، إن شاء الله يا ربي إذا حيانا ربي نزيد لكم الفيديوهات وحدوخرين باش يعني نوري لكم واش ندير، وميم طون باش تشوفوا تاخدوا فكرة.
هنايا بعد ما طاب لي طعام قلت نوريه برك يعني كيفاش جاي. كيما قلت لكم أنا نحب كي نسير طعام لازم نديرله بزاف المرقة، المرق ماشي بزاف المرقة، بزاف الخضرة. ومن بعد كي كملنا كلش الفطور والغسيل تاع المواعن درت هنايا حبيت ندير الجاتو. هذا الجاتو درتو ديجا من قبل معاكم بصح يعني رجعت به. هذا هنا درت 6 صفار بيض بصح إذا البيض تاعكم بزاف صغير ديروا 8 أبوبغي. درت نص كاس سكر، نص كاس عسل، الكاس تاع أم وليد. هاذيك هي، ومن بعد نخلطوهم مع بعض وخاصة أنا درت بشور ليمون. آآ فوالا هنايا نخلطهم مليح مليح ومن بعد نزيد لهنايا 250 غرام الزبدة فلوريال اللي تشوفوها هنا هذيك تاع الكاغط من الفوق. لازم تذوبوها بصح لازم تبرد ثاني ما ديروهاش بزاف سخونة. نخلطوها مع بعض ونديرو الفرينة باش نلمو العجينة. ويعني الفرينة لازم ديرو بشوي بشوي حتى تتلم لكم، ما ديروهاش بزاف يابسة ولازم تتلم لكم. ديروا ثاني 8 غرام بيكربونات. وهنايا يعني بيكربونات برك ماشي خميرة، بيكربونات لازم بيكربونات. وهنايا العجينة تاعي بعد ما لميتها يعني قسمتها على زوج و نديرها هكا في السنيوة كيما راكم تشوفوا. نفرشها كامل هكايا بالرولو. ولازم تقبوها كامل في السطح تاعها بالفرشاطة. أنا يعني تقبتها مليح 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 كامل في السطح يعني ما خليتهاش حتى بلاصة بلا تقبة باش ما تتنفخش هكاك. يعني جهة تتنفخ جهة لا باش تكون كامل كيف كيف. ويعني نطيبوها على 180 درجة. وهنايا طيبت لي هذه نحيتها من الفوق درت لها يعني ندير لها المعجون، معجون المشماش. هنايا يعني ندير لها المعجون هكاك سخون لازم كي تكون سخونة نديرو لها المعجون ومن بعد نديرو نطيبو الثانية ثاني. هذه النصف الآخر تاع العجينة كي طابت درتها من الفوق ونزيد لها من الفوق ثاني المعجون كيما راكم تشوفوا إن شاء الله يعني فهمتوني. ومن بعد نحولها هكا الحواف. الحواف يعني هاذو ضروري نحيولهم باش من بعد نرابيوهم من الفوق كامل هكذا. نقطعها ثاني مكعبات يعني تقطعوها لا فام اللي تحبوها. أنا درتهم هكا شوية صغار وناخذ هذوك الأطراف اللي قطعناهم وحدهم ونديروهم كامل هكذا من الفوق. لازم ما نخليو حتى بلاصة باش يعني هذا يكون تزيين. وخاصة هذيك العجينة يعني يعني الحواف هذوك ما نرموهمش ناكلوهم. وفوالا هنايا ناخذ كل حبة نديرها في الكاسات. ونتمنى يعني الفيديو يعجبكم. اعطولي رايكم في التعليقات. ما تنسوش تجمجموني وخاصة خليولي تعليقات شابين كيما نتوما. وما تنسوش شاركوا في القناة ليصلكم كل جديد. وإلى اللقاء مع فيديو جديد وروتين جديد إن شاء الله. نقولكم مع السلامة وتهلاو في روحتكم.